أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى النشرة الجوية نستهلها بالتساقطات الثلجية المسجلة خلال 24 ساعة الماضية بإقليم ورزازات وتحديدا بأمنزي. وصلت أو تراوح سمك الثلوج ما بين 30 و20 سنتيمترا، بتلكيت ما بين 15 و8 سنتيمترات، وبأعيوي تراوح سمك الثلوج ما بين 20 و10 سنتيمترات. بأوكيمدن تراوح سمك الثلوج ما بين 14 و10 سنتيمترات. بجبل غانم سجل 5 سنتيمترات، بلالة عزيزة 4 سنتيمترات. بإقليم إفران جبل هبري سجل ما بين 6 و4 سنتيمترات، مشلفن ما بين 5 و3 سنتيمترات، وسنتيمتر واحد بميدلت. أما التساقطات المطرية خلال 24 ساعة الماضية: بشفشاون سجل 47 ملم، بالصويرة 35 ملم، تازة 27 ملم، الرباط 24 ملم، إفران والقنيطرة 21 ملم، بني ملال 19 ملم، تزنيت 17 ملم، طنجة 12 ملم، فاس 11 ملم، ترودانت وطنطان 9 ملم، توريرت وسيدي إفني أو سيدي إفني وورزازات 4 ملم ومليمترين، وريرت 7 ملم، سيدي إفني وورزازات 4 ملم ومليمترين بقلميم. وفي نشرة خاصة لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية، تتوقع استمرار نزول زخات عاصفية وقوية إلى غاية 11 من مساء يوم غد الأحد بكل من بن سليمان، برشيد، الدار البيضاء، المديونة، النواصر، الجديدة، الصويرة، الرباط، سلا، القنيطرة، صخيرات، تمارة، طنجة، العرائش، أصيلة، تزنيت، بني ملال، أزلال وتونات. كما تتوقع مديرية الأرصاد الجوية تساقط كثيف للثلوج خلال 24 ساعة المقبلة، خصوصا بالمرتفعات التي يتجاوز علوها 1200 متر، حيث سيتراوح سمك الثلوج ما بين 20 و50 سنتيمترا، خصوصا بمناطق الحوز، أزلال، بني ملال، شفشاون، الحسيمة، بولمان، إفران، سفرو، الحاجب، خنفرة، تارودانت وشيشاوة. ويضيف نفس المصدر إلى أن موجة برد قارس ستستمر إلى غاية يوم الخميس المقبل، وستهم مناطق الأطلسين الكبير والمتوسط، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى -10. بخصوص صورة الساطل لنهار اليوم، نلاحظ سحب كثيفة ممطرة بالسهول الشمالية والوسطى بالمرتفعات الأطلسية، وسحب أخرى كثيفة ممطرة بشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة. خلال يوم غد بمشيئة الله أمطار أو زخات أحيانا رعدية ستهم غرب الواجهة المتوسطية، منطقة الريف، مرتفعات الأطلس، السهول الغربية وكذلك الشمالية. وكما هو منتظر تساقطات ثلجية كثيفة ستهم مرتفعات الريف، مرتفعات الأطلس وولماس، خصوصا التي يتجاوز علوها 1200 متر. درجات الحرارة ستصل مقاييسها إلى 5 درجات تحت الصفر، ببلمان درجتين تحت الصفر، بإفران درجتين، ببعرفة 3 درجات، بخنفرة 4 درجات ستسجل بكل من وجدة والناظور، 6 درجات بوزان وتطوان، 8 درجات بطنجة والعرائش. وخلال الظهيرة ستسجل 17 درجة بمدينة السعيدية، 14 درجة بفيقيق والحسيمة، 12 درجة ستسجل بكل من فاس، طنجة، العرائش، الرباط والدار البيضاء. بالمناطق الوسطى
أمطار أو زخات أحيانا رعدية ستهم المناطق الأطلسية وكذلك السهول المجاورة للأطلس منطقة سوس. بباقي المناطق طقس غائم مع احتمال تساقطات مطرية ضعيفة. ثلوج كثيفة ستهم قمم الأطلس الكبير. درجات الحرارة أدناها ستصل إلى درجة واحدة بورزازات، درجتين بالراشدية، 4 أو 5 درجات بأرفود، 6 درجات ستسجل ببني ملال، 7 درجات بمراكش طاطا وقليميم، و9 درجات ستسجل بمدينة أكادير. أما المقاييس العليا ستصل بحول الله إلى 1 أو 16 درجة بكل ستسجل بكل من أكادير، طاطا وزاغورا، 15 درجة بأرفود، و14 درجة ستسجل بالصويرة وسيدي إفني. وبشمال الأقاليم الجنوبية من المتوقع أن يكون الطقس غائما بأغلب المناطق الشمالية مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة. درجات الحرارة أدناها ستصل إلى 8 درجات بالزاق، 9 درجات بقلتة زمور، 10 درجات ستسجل ببكرة، 15 درجة بكل من طرفايا وبوجدور. ما المقاييس العليا ستصل إلى 21 درجة بالعيون وبوجدور، 20 درجة بالسمارة وبكرة، و17 درجة متوقعة بالزاق بأقصى جنوب المملكة. الأجواء بحول الله ستكون عموما مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب. درجات الحرارة الدنيا ستصل إلى 11 درجة ببئر انزران، 12 درجة بأوسرد، 13 درجة بالدخلة، و15 درجة ستسجل بالقويرة. أما المقاييس العليا ستصل إلى 24 درجة بالقويرة، 21 درجة بالدخلة وبئر انزران، و20 درجة ستسجل بأوسرد. بالنسبة لحالة البحر بالسواحل المتوسطية سيكون هادئ إلى قليل الهيجان، بالبوغاز قليل الهيجان إلى هائج، وسيكون هائج إلى كثير الهيجان بالواجهة الأطلسية. المد بمدينة الرباط في تمام منتصف الليل و54 دقيقة، وفي تمام 1 بعد الزوال و16 دقيقة، والجزر في تمام 7 صباحا و8 دقائق، وتمام 7 مساء و30 دقيقة، وشروق الشمس على الساعة 8:38 دقيقة، والغروب على الساعة 6:30. يوم الاثنين المقبل بمشيئة الله طقس غائم وممطر بالمناطق الشمالية والوسطى وبالمرتفعات الأطلسية مع تساقطات ثلجية محليا كثيفة بمرتفعات الريف بالأطلس والماس خصوصا التي يتجاوز ارتفاعها 1000 متر. كما سيبقى الطقس باردا بالمناطق الأطلسية والشرقية والجنوبية الشرقية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس. انفراجات جوية ستهم معظم مناطق المملكة، لكن الطقس سيبقى باردا بالمناطق الأطلسية بالشرق والجنوب الشرقي وبالريف. والآن مشاهدينا سنتعرف على أحوال الطقس بعواصم المغرب الكبير، أوروبا والشرق الأوسط. شكرا على طيب المتابعة مشاهدينا، ودمتم بخير.